اكو سلطان عثماني اسمه سلطان مراد. السلطان مراد كان مرات يطلع يتفقد احوال الرعيه. سلطان فد يوم بالليل يريد ينام ما يقدر ينام، اصابه الارق. وزيره بصفه قال فلان، قال ما تخلينا نطلع نشوف الرعيه. قال بكيفك سيدي، لكن الوقت متاخر من الليل. قال له وين، خلينا نطلع ناخذ لنا فرع الوقت. طبعا من آداب الحاكم العادل. فهذا مراد نزل يفتر بالليل، جاي يمشي بالشارع لقى له واحد ميت. قال عجيب، رجل ميت الناس تروح وتجي عادي، يروح قبل هذا يرجع منه، هذا يروح منه. اول ما وقف طبعا هو يقول نزل متخفي هو الوزير مالته ملثمين، قال تعالوا هذا الرجل الميت شنو؟ ليش ما تشيلوه؟ ليش ما تدفنوه؟ قالوا عرفنا من عنده يا معود. قال ايش بيك؟ شنو الفاجر الفاسق هذا احنا نروح ندفنه وهو ميت؟ التفت بعد ناس مجموعه اجت، تعالوا ليش ما تدفنون هذا؟ قال له لا، شنو الفاسق مكرم السامع، الفاسق الفاجر احنا ندفن هذا. عجيب. قال لهم اوليس من امه محمد؟ هذا مو رجل من امه محمد. زين، واكرام الرجل اكرام المؤمن دفنه. هذا اوليس بمسلم؟ مو ينطق الشهادتين؟ قالوا لا عمي يا مسلم، الاسلام بري منه. يابا شو مسوي هذا؟ قالوا هذا ما نريد نقول لك شو مسوي، احنا ما نريد ندوخ ارواحنا، لكن هو ما يستحق الدفن. قال زين اقلها هسه اكراما اذا مو حرمه اله، حرمه خلي له الشارع، هاي نسوان رايحه راده وهذا ممدد ميت، مو لطيفه، خلي نشيله نوديه لاهله. قالوا كيفك؟ شالوه فد اثنين نفرين وهو والوزير، راحوا دقوا الباب، خرجت زوجته شافت جثة رجلها، صرخت صرخة عالية وصاحت أشهد أنك من أولياء الله الصالحين، يا من فارقتنا على غفلة، أما والله إنك لمن أولياء الله الصالحين. هذا سلطان مراد تعجب.